السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. شايفين النهارده وصفتنا سهله وبسيطه وكمان مش مكلفه في الظروف اللي احنا فيها دي. هنعمل بس من نص كيلو لحمه مفرومه صينيه البطاطس العظمه دي، صينيه بطاطس بالكفته بجد طعمها تحفه، والصوص بتاعها وهي خطيره. جربوها، انا واثقه ان هي تعجبكم قوي بالطريقه دي. طعمها كان حلو قوي واحنا بنحبها بيضه، وتقدري تعمليها حمرا وبجد هايلة. شايفين الكفتة متماسكة ازاي؟ وكمان ممكن نضاعف الكمية لو الكمية دي مش هتكفيكم. انا كان معايا بصلتين صغيرين وكمان 3 فصوص من الثوم وحباية واحدة بس من الفلفل، فلفل رومي فلفل حامي زي ما تحبي. انا الفلفل اللي معايا ده ما كانش حامي خالص. هنظبطهم بقى كده ونضربهم في الكبة كويس جدا. اول ما يبتدوا ينعموا معانا بالشكل ده هنبتدي نبهر اللحمة. شايفين اللحمه لونها فاتح ازاي؟ عشان لما نفضل نعجن فيها لونها هيفتح معانا عن كده، يعني مش تبقى حمرا كده. نزلت بكيس من ال11 بهار ونص معلقه من الملح وكمان نص معلقه من الفلفل الاسود. وبس كده هنقلب اللحمه بقى في قلب البهارات دي وندعكها كويس. اول ما اللحمه تبتدي تداك معانا بالشكل ده هنبتدي نصفي عليها البصل ونعصره من الميه بتاعته اللي هو البصل والثوم والفلفل، ونبتدي نحطهم على اللحمه. اعجني فيهم كويس واعجني بقى في البصل كويس جدا جدا. ولو عايزه تحطيهم في الكبه تاني عشان يتفرموا فرمه ناعمه توصلي للنتيجه اللي انت عايزاها. انا بفضل ادعك فيهم كده وبعدين بنزل عليهم بشويه من البقدونس وكمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وببتدي اعجن تاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما لونها يفتح والخيوط البيضه بتاعتها تظهر وتبقى شكلها بالشكل ده وتبقى هايله. العجينه لو انت حاسه وانت بتعجني في اللحمه ان لسه فيها ميه ممكن تزودي معلقه من الدقيق لو انت مش عصره البصل كويس، وبتديكي نتيجه حلوه برضو. خلصنا كده وهنسيبها بقى ترتاح في الفريزر ربع ساعه او في التلاجة نص ساعه. وهنبتدي بقى نقطع الخضار بتاعنا. انا كان عندي بطاطس وجزر وهقطع طماطم، عندك فلفل الوان، ما عندكيش اي حاجه خالص غير البطاطس بتبقى حلوه جدا. طب احنا لو عايزين نضاعف الكميه او نكترها شويه في الوقت ده بنبقى نقعين نص كوبايه من البرغل في كوبايه من الميه المغليه، واول ما هتشرب ميتها هنبتدي برضو ندعكها مع التوابل والخضره والبصل كويس جدا جدا. وبنزود عليها لما بحط البرغل بصراحه معلقه صغيره من خلطه الكفته، بتديني بصراحه طعم حلو قوي. بس الكميه بتاعت النص كيلو اللي انا عملتها دي كفتنا واتبقت مننا كمان. هنكورها كده ونطبطب عليها نخليها بشكل برجر كده صغير. بعد ما طلعتها من الفريزر سبتها ربع ساعه ارتاحت او في التلاجة نص ساعه. اول ما اخلص الكميه مسحه بسيطه جدا من الصينيه في الزيت، وبعدين هنزل بقى بالخضار اللي قطعناه عشان نبهره. انا ببهره بمعلقه صغيره خالص من الفلفل الاسود، معلقه صغيره خالص من الملح، رشه كده من المرقه، وبدعك الكلام ده كله في بعضه. وبعدين ببتدي ترصي الصينيه بالشكل اللي انت عايزاه. عايزه تبقى صينيه مدوره وتلفيها حوالين بعض، صينيه مستطيله مش هتفرق، المهم يطلع شكلها تحفه. طبعا الصوص اللي بينزل من الكفته بيسوي البطاطس كويس جدا. انا كنت عايزاها بيضه مش عايزينها حمرا قوي، فمش هنضيف لها طماطم في الوقت ده. ممكن طبعا تضربي طماطميتين في الخلاط وتظبطيهم كده بملحهم وحاجتهم وتحطيهم عليها، بس احنا ما كناش عايزينها حمرا. انا هعملها بيضه وبستسهل الطريقه دي وراجعين من الشغل كده وحاجه كده ما بتاخدش وقت خالص، بجد هايله. انا هحط نص معلقه صغيره خالص من معجون الطماطم على نص كوبايه ميه، اقل كمان لان الكوبايه دي صغيره. الكفته بتاعتنا مش حراقه ولا البطاطس، فانا نزلت بنص معلقه صغيره من هريسه الشطه دي، بصراحه بيبقى طعمها حلو قوي. وهبتدي بقى اسقسق كده للصينيه بيهم بعد ما نضيف لها كده معلقه كبيره من الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في الوقت ده انا كنت مولعه الفرن وادخلها الفرن على طول لحد ما اعمل جنبها شويه رز ابيض، واحنا قدمتها كده مع مخلل بلدي وممكن سلطه خضراء وممكن تتاكل كده. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ خرجت من الفرن خلاص، دخلناها غيرنا هدومنا وظبطنا حالنا. رشه كده من الخضره، انا بحب الطبقه الكريسبي عشان كده ما غطيتهاش بفويل ولا اي حاجه. هتاخد معاكي من ساعه لربع ساعه لحد ما البطاطس تستوي وفي نفس الوقت تبقى متماسكه. اللون الفوق بتاع الكفته ده احنا بنحبه جدا جدا، وشكلها كمان بتبقى بصراحه تحفه. عملت شويه رز ابيض وقدميها وبالف هنا وشفا. لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي لايك وشير للفيديو. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي كده في التعليقات. شايفين الصوص بتاعها حلو جدا، طبعا ما طلعش احمر خالص، بس الصوص دوت بنسبه الدهون اللي نزلت من الكفته مخلي طعمها بجد حلو قوي. طبعا تقدري تستغني عن نص كوبايه الميه وتغطيها وهي تستوي منها فيها لو عايزاها بيضه، وتقدري تضيفي لها طماطم.
شايفين بقى البطاطس مستوية ودايبة وفي نفس الوقت متماسكة، طعم كده وميكس هايل. كفتة كمان متماسكة ومفرغة من جوه ومش مكتومة، وعملت كمية كويسة. لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي شكرا انك بتشوف الفيديو للآخر. ما تنسيش بقى انك تشتركي في القناة لو مش مشتركة في قناتي، وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. شايفين بقى الكفتة من جوه طرية ولونها حلو وفاتح وجوسي كده لصينية وخطيرة. بجد جربوها، انا واثقة ان هي هتعجبكم جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، يا رب الفيديو يكون عجبكم. باي باي.